اهلا بيكم في حلقه جديده من خليك معانا. نتكلم النهارده في حاجه بتضايق ناس كتير قوي في الحياه الزوجيه، بتضايق الزوجه جدا وممكن كمان تكون سبب في الانفصال او سبب في التعاسه. يعني ما ساعات بنقول سبب في الانفصال على اساس الانفصال حاجه كبيره جدا، لا الاكبر بصراحه من الانفصال هو التعاسه في الحياه الزوجيه. هنتكلم النهارده مع الاستاذ خالد شهاب، استشاري اسري وتربوي وخبير في السعاده الزوجيه. اهلا بيك استاذ خالد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اولا انا عايزه اعرف كلمه بخيل. انا واحده من الناس من الصعب جدا اكتشاف حد بخيل. يعني ممكن اتعامل مع حد ويجي يقول لي مثلا ده فلان ده بخيل جدا، اقول ما خدتش بالي او ما اعرفش اكتشف ازاي انه بخيل. وعايزه حضرتك تقول كمان للمخطوبين المخطوبات اهو، علشان بدل ما نحل المشكله يجوا لنا بمشاكلهم بقى بعد كده ونقعد نديهم نصايح من الاول. بقى حد بخيل معلش يعني جوازي حد تاني. تعرفي ازاي الشخص البخيل؟ تمام. الحقيقه البخل هو اشهر اسباب الانفصال في المحاكم، عشان نبقى برضه بنتكلم بشكل واضح. يعني 80% من حالات الطلاق اللي موجوده في محاكم الاسره بيرجع السبب فيها نمره واحد للبخل. لا مش عدم الانفاق، للبخل. اصل عدم الانفاق ده ممكن يكون شخصيه كريمه لكن ظروفه الماليه الحاليه ضعيفه، تمام؟ فهو ما بيصرفش لان هو ما معهوش، ده بيتعذر طبعا وبيتحس طبعا طبعا تمام. لكن البخيل ده انسان معاه ومش عايز يصرف. يا ساتر يا رب. البخل من اصعب صفات الزوج واصعب الاوبئه الاسريه. فاذا كان من الاول عرفنا ان الخطيب او هذا الرجل اللي هو متقدم للفتاه بخيل، وانت ظروفك الاجتماعيه ما انتش واخده على النظام ده، ما تمشيش في الجوازه دي، لان الجوازه دي حتما في الاخر هتنتهي الى التعاسه او الى الانفصال. طيب. فبدل ما تتعسي نفسك. مؤشرات الراجل البخيل. تمام. طبعا الشاب البخيل او الزوج البخيل او الراجل البخيل ليه علامات بتظهر، لازم ان كل بنت داخله على مرحله الجواز تاخد لبالها من العلامات دي. اول حاجه الانسان البخيل اولا هو ما بيحبش قوي يجيب هدايا. تلاقي مثلا ان هو جالكم من البيت وانتوا لسه مخطوبين، بقى المفروض ان انا كل ما اروح البيت عند خطيبتي اخد معايا حاجه، حتى لو يعني ورده، لو بوكيه ورد، اخد معايا طبق حلويات، اخد. لازم من الاول خطيبتي تحس ان الفلوس بالنسبه لسعادتها ملهاش قيمه، اللي انا هنفقه عشان هي تضحك وتفتخر بيا قصاد مامتها وباباها واخواتها، دي ملهاش قيمه. فانا بضحي بالفلوس عشان يعني خاطرها هي، تمام؟ دي اول موقف. الراجل البخيل دايما بيهتم بالكم مش بالكيف. يعني دايما لما يجيب لك هديه ضخمه قد كده ورخيصه، تمام؟ لكن الانسان الكريم يجيب لك هديه قد كده بس غاليه، اوكي؟ لكن اللي بيجيب الهديه الضخمه ده هو دايما عايز يقول انا بص انا جايب قد ايه، تمام؟ دايما يبقى هو حاسس بالحته دي، هو بيهتم بالكميه. اما تطلعوا مثلا تاكلوا في اي مطعم او في اي فندق او اي حاجه، ليه دايما بيختار الاوبن بوفيه؟ مش مهم جودة الأكل إيه، بس يبقى في كمية أكل كتيرة. ولا يمكن عشان في ناس بتحبه عشان الاختيارات؟ لا هو ما هو ماشي، ما أنا مش هاكل يعني 20 صنف. بس هلاقي من ال 20 صنف حاجة بحبها. طب ما أنا أختار اللي أنا بحبه، تمام؟ واخده على كواليتي عالي أو على جودة عالية. لكن هو بيحب الأوبن بوفيه عشان خاطر يقدر ياكل أي كمية هو عايزها، تمام؟ وتلاقيه ياكل بشكل ضخم عشان يوفر العشاء ويوفر اللي هو الفطار تاني يوم وكده، تمام؟ فهو دايما بيختار الحاجات اللي فيها الكميات، تمام؟ دايما في المناسبات الظريفه اللي هي بتبقى بين المخطوبين، اللي هو عيد الميلاد وعيد الحب والحاجات ويعني مولد النبي، المفروض ان هو بيجيب هديه يعني خطيبته في المناسبات دي. الحقيقه تلاقي انسان بخيل دايما يقول لك اصل مولد النبي ده ما هوش سنه، ما كانش على ايام النبي. يا ابني ما هو كان النبي ساعتها عايش، تمام؟ اصل عيد الحب ده بدعه. دايما عنده مبررات لان هو يهرب من ان هو يصرف فلوس في المناسبات دي، والمبررات دي هو محضرها ومطلع الكلام اللي عليها وهيرد عليكي فيها عشان يقنعك انا مش بخيل، بس هي المناسبه نفسها انا مش مقتنع بيها. تمام. الزوج البخيل او الرجل البخيل لو انت خارجه معاه وهتصرفوا فلوس في اي حاجه فهيطلع الفلوس من جيبه، تمام؟ استحاله يطلع الفلوس كلها ويطلع الفلوس اللي هو يعني هيدفعها، لا ليه كده؟ يعني بيسلت، ادي 10 جنيه الاول، لا لسه بدري، يطلع كمان 20. ما يوريكيش ابدا هو معاه فلوس قد ايه. قصه اللي هي التسديد دي من جيوبه في الدفع، دي قصه الشاب البخيل اللي هو هيبقى الزوج البخيل بعد كده، هيبقى متعب جدا.
لما تقعدوا في اي مكان يقول لك ايه بقى، انت يعني هتشربي ولا هتتغدي؟ بيحدد لك حاجه واحده، يا اما ده يا اما ده، هتختاري هتشربي خلاص، ما يبقى ما تطلبيش اكل، هتختاري الاكل يبقى ما تطلبيش شرب، اختاري لك حاجه واحده. تمام؟ دايما بتلاقيه ان هو بيحدد لك، بيحط لك الليميتس او الحدود اللي هنتصرف فيها، هتصرفوا فيها عشان ما تتجاوزيش الليميتس دي. اوكي؟ دايما وقت ما بيطلب الويتر عشان الشيك، تمام، دايما تلاقي وشه بيتغير شويه كده، تلاقي كده وشه كده شويه، يا ترى الشيك ده هيجي بكام؟ ب 7 جنيه، ب 7 جنيه ونص، ب 8، ب 30. دايما هو بيفكر هيدفع كام دلوقتي. تمام، هقدر ارجع البيت وانا معايا كام. اوكي؟ دايما يجي عندك يشحن التليفون عندك في البيت، هو بيوفر شحن عنده في البيت، تمام، فيجي يشحن عندك او يشحن في العربيه، تلاقيه دايما يعني الحاجات اللي هو بيستهلكها تلاقيها دايما يعني عدمانه، تلاقي التليفون بتاعه شكله متدغدغ، يفضل يستهلك فيه لغايه اخر نقطه، لغايه التليفون نفسه ما يقول له من فضلك غيرني. تمام؟ بيستهلك الحاجه لغايه اخر نقطه. اوكي؟ تلاقيه دايما حريص جدا على حاجته وعلى يعني فلوسه. تلاقيه دايما لما يجيب لك هديه يقعد كل شويه، فاكر الهديه اللي جبتها لك من 30 سنه كانت عامله ازاي؟ فاكر لما كنا مش عارف اول ما اتخطبنا وجبت لك هديه اللي هو الدبدوب ابو 15 جنيه ده، فاكر كان لونه احمر وحلو، اصل هو ما بيكررش الهدايا دي تاني. بالنسبه له حاجات مهمه. هو بالظبط، هو ده حدث، كون ان هو انفق، طلع فلوس ودفع فلوس، ده بقى بالنسبه له حدث. تمام. فكل شويه هيفكرها بيه. طيب دي الحاجات المؤشرات اللي موجوده في الشخص اللي لازم تبتعدي عنه تماما. طب انا عايزه اعرف بقى الزوج لما خلاص هي اتدبست فيه واتجوزت، اصل هقول لحضرتك حاجه كمان، ممكن كل المواصفات دي تبقى موجوده في واحد وتلاقي اهلها بيقولوا لها يا بنتي ده بيحوش عشان الشقه، عشان قسط الشقه، ومعلش هو عنده ديون، ولو قعد يصرف يمين وشمال مش هتتجوزي في سنتك، وخليكي بقى لمي الدنيا علشان ايه نفرح بيكي. وبتلاقيهم بيخلطوا بين الشخص البخيل وبين الشخص اللي بيحوش علشان اللي بينظم حياته الاقتصاديه. ينظم حياته الاقتصاديه. انا عايزه اعرف برضو ايه الفرق بين الاثنين، لان كتير جدا سمعنا الكلمه دي، ده فلان في بدايه حياته عايزاه يفضل يصرف يمين وشمال. ما انت لو قعدنا سمعنا كلامك عمرك ما هتتجوزي، الكلام ده بيتقال للبنت نفسها. تمام. المجتمع هنا في مصر بيدفع البنت للزواج دفعا، تمام، سواء هي هتبقى سعيده او مش سعيده. هم شايفين ان كبر سن البنت بعد سن معين هيبقى الجواز بالنسبه لها عمليه صعبه، وهتوصل لمرحله العنوسه اللي هي ملهاش اي معنى في اي دوله من دول العالم، هي موجوده بس في مصر. تمام؟ فهم بيدفعوها حتى لو الزوج هم شايفين ان هو غير مناسب، لا ده بعد الجواز هيتحسن. صفه البخل هي صفه مستمره من قبل الجواز لغايه بعد الجواز. شكرا لكل مشاهدينا.